ما بنكوناش بناخدها اطلاقا يعني، حتى الفصل يعني انت تفصل عقليا، ما تبقاش فيه بتحب كره القدم جدا وهي حياتك وكل حاجه، لكن في فتره في حياتك كمان تبعد عن كره القدم عشان تقدر تستمر. ده كنا محتاجينها بعد موسم كان طويل جدا السنه اللي فاتت، وفقنا في حاجات كتير جدا بالنسبه للموسم، واكيد اخفقنا في جزء منه يعني. نعم. خلينا امبارح نبدا بالاخبار ترد عليها وبعدين ندخل في التفاصيل اللي فاتت كتيره. انه السيد عبد الحفيظ هيمشي من الاهلي او مشي من الاهلي او انه اتخذ قرار انه خلاص هو خارج النادي الاهلي. طيب انا في جزئين ممكن ارد بيهم يعني. واحد ان دي سنه حياه يعني. نعم. هيجي يوم انت مش مخلد فيها يعني. نعم. يعني كان كابتن ثابت البطل الله يرحمه كان له مقوله كده، كان دايما يقول لك يعني لو دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك. نعم. وده طبيعي يعني. نعم. يعني انت مش هتشتري كرسي يعني، هتفضل ما قاعد عليه طول الحياه يعني. نعم. ده جزء اول عندي قناعه بيه جدا جدا، مفيش اي مشكله خالص. نعم. يعني وانا خلال الفتره اللي فاتت ممكن سنه مثلا 2014 كنت غبت عن النادي حوالي بتاع سنه ونص. شوف انا بحب النادي قد ايه، بس انا عايز اقول لك مثلا السنه ونص دول ما رحتش النادي الاهلي كتير، رحت مرتين ثلاثه مثلا. ليه؟ هقول لك ليه. لان احنا في النادي ممكن اكون غلط، بس انا بقول لك اللي انا اتربيت عليه. ساعات ساعات لما بيبقى فيه بعد شويه فبتسيب اللي بعدك يشتغل براحته على الاخر، لان مفيش حد ضايقك. ممكن وجودك في بعض الاوقات ممكن يعني يصير تساؤلات، يصير بعض الظنون، ممكن اوكي. فده انت بتبقى في غنى عنه يعني. بلاش يعني. انا مثلا بقالي 32 سنه في النادي. عايز اقول لك ان النادي بالنسبه لي جزئين. الجزء الخاص بالرياضه والكوره ده انا قاعد فيه طول حياتي. والجزء الثاني الاجتماعي. انا ممكن خلال ال 32 سنه دول ما كنتش قعدت في الجزء الاجتماعي ده مثلا يعني 10 12 مره، الا لو داخل للمدير التنفيذي، داخل للمدير المالي، داخل قاعده مع لجنه التخطيط، لكن ما بقعدش القعده اللي هي مع الناس. ما اقصدش ان في ناس حياتها النادي طبعا ودي حاجه حلوه قوي. نعم. لكن انا اقصد انا حياتي الكوره يعني. يعني حياتي الجزء بتاع الكوره، بلاقي نفسي في الجزء بتاع الكوره مع الناس بتوع الكوره. الجزء الثاني على عيني وراسي، الجمعيه العموميه والناس اللي بتقعد هناك على عيني وراسي، وفي ناس كتيره من لعيبه الكوره كمان. مركز انا في شغلتي الحته دي. وبرده من الحاجات اللي ممكن تكون مريحاني في شخصيتي ان انا بحب الحاجه اللي انا بشتغلها. يعني ما بحبش حاجه في علم الغيب يعني. انا هروح النهارده في الحته الفلانيه واعمل مش عارف ايه هنا واعمل ايه هنا، لان نجاحك وتوفيق ربنا ليك ممكن يساعدك على الاستمراريه. يعني ان انت تفكر في حاجه، ما بتكلمش على الطموح، انا بتكلم على التفكير الواقعي. نعم. في فرق شاسع ما بين الطموح والرضا على فكره. يعني في واحد ممكن يبقى راضي باللي ربنا اديهوله. نعم. بس انت بتعمل اللي عليك وربنا يديك. نعم. تمام. لكن واحد ما عندوش طموح خالص بقى انت بتهزر يعني. تمام. نعم. طيب فاذا الجزء الاولاني ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني يا اصحابي اتمنى تعملوا لايكات بس ما تزعلوش. رحيل سيد عبد الحفيظ عن الاهلي فهو ان شاء الله هيتحط في حته احسن من اللي هو كان فيها، فما تزعلوش يا اصحابي. سلام.